من أجمل ما قيل عن القناعة والرضا، سايح راح لجزيرة يقضي أجازة أهلها كلهم صيادين، وهم راجعين من الصيد سألهم بتاخدوا وقت قد إيه علشان تصطادوا شوية السمك ده؟ ردوا عليه كلهم بصوت واحد بناخد وقت قليل مش كتير. قال لهم ليه طب ما تقضوش وقت أكتر وتصطادوا سمك أكتر؟ ردوا عليه قالوا له إحنا بنصطاد اللي يكفينا. قال لهم طب وبقية اليوم بتعملوا فيه إيه؟ قالوا له بنلعب مع أولادنا وناكل مع أسرتنا ونزور الاهل والاصدقاء ونسهر ونضحك ونغني. قال لهم السايح طب انا معايا ماجستير في اداره الاعمال من هارفارد وممكن اساعدكم. ردوا عليه قالوا له تساعدنا في ايه؟ احنا ما عندناش مشكله. قال لهم المفروض تصطادوا لفترات اطول علشان تصطادوا اكتر وتبيعوا بعائد اكبر وتشتروا مراكب صيد اكبر، والمركب تبقى 2 و3 ويبقى عندكم اسطول مراكب وتبيعوا للمصانع مباشر او حتى تعملوا مصانع خاصه بيكم ويبقى مشروع عملاق. قالوا له ليه نعمل مشروع عملاق؟ قال لهم علشان تقدروا تتنقلوا للعيش في المدينة والشركات تدخل البورصات وتحققوا ملايين. هنا سألوه الصيادين ملايين؟ طب ده ممكن ياخد مننا وقت قد ايه علشان نحققه؟ رد السايح قال لهم من 20 ل 25 سنة على الأقل لو بذلتم المجهود المطلوب. قالوا له طيب بعد الشركات العملاقة والملايين هنعمل ايه؟ ابتسم وقال لهم هتقدروا تاخدوا اجازة وتعيشوا في هدوء على جزيرة. كمل الصيادين كلام السايح وقالوا له وهنلعب مع اولادنا؟ قال لهم وكمان تسهروا وتغنوا وتقضوا الليالي مع الأقارب والأصدقاء. هنا رد الصيادين على السايح كلامك جميل جدا بس احنا بالفعل بنعمل كده من غير ما نضيع 20 سنة في الشقة.